السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وز الغاليين. النهاردة هنعمل لكم ترند بلبن. جبناه لغاية عندكم في البيت. هنعمل لكم حاجة جميلة وكلكم هتحبوها ان شاء الله. هنبدأ معانا بأول طبقة وهي طبقة الكيك. جبنا البولة بتاعتنا وهنحط فيها 3 بيضات وكوباية زبادي. اهي بسم الله. و2 باكت فانيليا. عصير ليمونة. طبعا احنا حطينا فانيليا ونحط الليمون برضو بيحوش الزفارة. هنحط معانا كوباية وربع سكر، وهنحط تلت كوباية زيت. احنا ممكن نحط المقادير دي كلها في شفشق الخلاط ونضربها، لكن انا هعملها بالمضرب اليدوي، هي ما بتاخدش حاجة. هنضربها مع بعض شوية كده لغاية ما تتجانس مع بعضها ويبقى القوام جميل. عايزة اقول لكم ان الكيكة دي بسم الله ما شاء الله. هننزل معانا بكوبايتين دقيق ورشة ملح، 3 معالق كاكاو خام، باكت بيكنج باودر. حطينا المقادير الجافة كلها وهنقلبها بالراحة كده واحدة واحدة. عايزه اقول لكم ولادي فضلوا يزنوا عليا عايزين نشتري بلبن، عايزين نشتري الهبه من بلبن. قلت لهم تمام ماشي مفيش مشكله، روحوا اشتروا. بكام العلبه؟ قالوا لي ب100 جنيه. قلت لهم 100 جنيه؟ لا طبعا، انا هعملها لكم في البيت. عشان نشتري 5 6 علب ب600 جنيه؟ على ايه كل ده؟ عملتها وبسم الله ما شاء الله طلعت جميله، وهتشوفوا كل حاجه معانا بمقادير سهله وبسيطه، و3/4 المقادير موجوده في البيت. نقلب كويس بالراحه كده. طبعا زي ما انتوا شايفين تقيلة. هننزل عليها دلوقتي بكوباية مية بتغلي، عشان سمكها تقيل خالص، فاحنا هنخفها لان الكيكة دي بتبقى سمكها خفيف شوية. نزلنا زي ما شفتوا معانا كوباية المية اللي بتغلي. وما تخافوش ما تخافوش ولا اي حاجة ان هي تبوظ البيض او اي حاجة، لا، بسم الله ما شاء الله كل حاجة تمام. نقلبها مع بعض واحدة واحدة. وعايزة اقول لكم ما شاء الله الكيكة طلعت هشة وطرية وجميلة. احنا ممكن نعملها صينية كيكة نفطر بيها مع الشاي. آه تبقى جميلة كده وطعمها جميل وخفيفة ومقاديرها بسيطة وسهلة. نقلبها واحدة واحدة لغاية ما المية تتظبط معانا. عايزة اقول لكم ان احنا ولعنا الفرن قبلها بربع ساعة وظبطناه على درجة حرارة 180. قبل ما تحط الكيكة في الفرن لازم يبقى سخن ومولعاه قبليها. جبنا صينية مقاسها 30 في 40 ودهناها معانا زيت. شفتوا الكيكة بسم الله ما شاء الله جميلة وزي العسل. جبنا الصينية دهناها زيت ونزلنا فيها معجون الكيكة بتاعتنا. طبعا هي خفيفة شوية، احنا عاملينها كلها بمقادير اقتصادية زي ما شفتوا، كلها مقادير اقتصادية وسهلة وبسيطة. هننزلها في الصينية ونفرغ بقى منها الهواء، ندخلها البوتاجاز بتاعنا. جبنا بقى الكنافة زي ما قلت لكم. الولاد فضلوا يزنوا عليا وعايزين الهبة النهاردة يعني النهاردة، فانا ما كانش عندي الكنافة وحاجات بسيطة من المقادير ما كانتش موجودة، فنزلت جبتها. جبت ربع كيلو كنافة. المفروض ان الكنافة دي بتتحط قبلها في الفريزر بنص ساعة او ساعة، وتقطعيها بالسكينة بايديك بكده، لكن ما فيش مشكلة ان شاء الله. جبنا الكبة
هنضربها فيها لغايه ما يبقى قوامها عامل زي الشعريه كده. هنشوفها مع بعضينا. تمام زي ما شفتوا ما شاء الله جميله اهي. جبنا الصينيه حطيناها على البوتاجاز، وهنحط فيها 3 معالق سمنه كبار. ممكن تحمري الكنافه بسمنه بزبده تبقى جميله وما شاء الله زي العسل. زيت يعني ما احبش انك تعمليها بزيت. احلى حاجه فيها كمان السمنه البلدي، بتدي ريحه وطعم. ممكن كمان نسيح السمنه ونرشها على الكنافه وندخلها فرن البوتاجاز، بتاخد من 20 دقيقه ل25، وكل 5 دقايق تطلعي الصينيه تقلبيها وتدخليها تاني. فانا قلت انا هقلبها على البوتاجاز من فوق. زي ما شفت انا بعملها على البوتاجاز من فوق، بتاخد ربع ساعه 15 دقيقه. نقلبها باستمرار عشان ما تتحرقش مننا لا قدر الله، لغايه ما تاخد اللون الذهبي معانا وتبقى جميله كده ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الكيكه بتاعتنا في الفرن دلوقتي ما شاء الله. الكنافه دخلت على التحمير. تمام كده خدت اللون الذهبي الجميل. هنطفي عليها البوتاجاز ونجيب بولة نحطها فيها عشان تبرد معانا. جبنا البولة فضيناها فيها وهنركنها على جنب. وهنعمل معانا بقى صوص البيستاشيو. عندنا نص كوباية فستق. احنا ممكن نجيب اللي ما عندوش فستق يجيب ريحة الفستق، بس احنا عندنا الحمد لله نص كوباية. انا سألت عليه بره لقيته بأسعار وهمية، فقلت ليه طب ما انا اعمله في البيت بطريقة اقتصادية وسهلة. وكان عندي كوباية ونص سوداني. طبعا السوداني موجود في المقلة وموجود ما شاء الله في كل بيت، وممكن نجيبه في اي وقت وسعره مش عالي ولا حاجة. فجبت كوباية ونص سوداني ونص كوباية فستق. ضربت الفستق في الكبة بتاعة الخلاط اللي هي بتاعة التوابل، وبعد كده نزلتها في الكبة الكبيرة دي. ما ينفعش نضرب في الكبة الكبيرة عشان هتبقى خشنة، لازم نضربها في كبة التوابل الأول. وبعد كده السوداني زي ما انتوا شايفين عشان تنزل الزيوت بتاعتها لازم في الكبة الصغيرة الأول، ما ينفعش في الكبة الكبيرة عشان ما تبقاش خشنة. طبعا احنا كنا محمصين السوداني بس برضو سخناه على البوتاجاز، طلعنا منه الرطوبة عشان لما نعمله في الكبة يطلع الزيوت بتاعته. لو سخن منك زيادة عن اللازم سيبيه يبرد شوية لدرجة ان يبقى دافي وبرضو اعمليه في الكبة. حطينا كله في الكبة وهنضيف السكر بتاعنا. هنحط 4 معالق سكر. انا كنت هحط 5 فرجعت في المعلقة ال5 دي واستكفيت ب4. وممكن تحطي حسب الرغبة برضو اللي يريحك، اللي يحط اكتر او اقل. وبسم الله ما شاء الله السكر بتاعها طلع مظبوط معايا على الشعرة. وجبنا لون غذائي من عند العطار وحطينا عليها كام نقطة كده عشان ناخد اللون الأخضر. وأنا بضربها في الكبة ببص عليها، لو لقيت القوام بتاعها تقيل زودتها أول مرة حوالي 3 معالق زيت، وبعد كده زودتها بلبن. بس اللقطة دي ما اتصورتش معايا، يعني أول مرة زي ما انتوا شايفين كده حطيت 3 معالق زيت. حطيت الزيت وهضربها كمان ضربة، وبعد كده لقيتها سمكها تقيل زودت لبن. ما حبيتش احط زيت تاني عشان ما زودش ايه السعرات الحرارية بتاعتها زيادة عن اللازم او ايه، يعني اغير من طعمها. بسم الله ما شاء الله. هنشوفها كده بقى ونشوف القوام المظبوط اللي احنا عايزينه كده. تمام هو ده القوام اللي احنا عايزينه. شوف معاكم بالمعلقة، هو اللون جه زيادة سنة بس ما شاء الله. جبنا بقى شوكولاتة غامقة وشوكولاتة بيضة. الشوكولاتة الغامقة دي 200 جرام، حطينا عليها معلقتين كريم شانتيه. والشوكولاتة البيضة 100 جرام حطينا عليها معلقة كريم شانتيه. الشوكولاتة البيضة دي هما بيحطوا في بلبن شوكولاتة كندر.
طبعا سألنا عليها لأنها أسعار وهمية، فقلنا نتصرف، احنا بنعمل بطريقة اقتصادية. طبعا احنا حاطين عليه لبن بيغلي، الفنجان اللبن اللي معانا ده لبن بيغلي هنحطه عليها عشان تدوب بسرعة. زي ما قلت لكم الشوكولاتة البني 200 جرام والبيضة 100، دي عليها معلقتين ودي عليها معلقة، وده فنجان لبن بيغلي هنحط على الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة عشان تدوب بسرعة. هنقلبها تقلبتين ونركنها تدوب في اللبن السخن، ولو ما دابتش معانا هنحطها على بخار مية سخنة، هنحط البولة في مية بتغلي ونقلب تقلبتين هتدوب معانا. طلعنا الكيكة بتاعتنا الجميلة من الفرن، خدت معانا 35 دقيقة بالظبط. طالعة بسم الله ما شاء الله، طرية وناعمة وهشة وجميلة، والشوكولاتة بتاعتنا ساحت، وكل ما بتبرد كل ما بتتقل زي انتوا ما شايفينها. ده القوام المطلوب، 100 ما شاء الله. صينية الكيكة بتاعتنا قدامكم اهي، ما شاء الله عليها، 100. العلب دي البلاستيك دي هنقيس على حجم العلبة ونقطع بالسكينة. احنا عملنا من الصينية دي 6 علب، صورنا 5، العلبة الستة مصورناهاش. هنقطع على قد حجم العلبة زي ما انتوا شايفين بالسكينة. والصينية دي مقاسها معانا 30 في 40. على فكرة الكيكة دي ممكن نعملها نشرب بيها شاي، بسيطة سهلة سريعة، مقاديرها جميلة جدا ما شاء الله. هوريكم الكيكة دلوقتي، اوريكم وشها وظهرها وكل حاجة. اللهم صل على النبي. عايزة اقول لكم ان الاولاد فرحوا جدا، واقفين ورايا فرحانين ومبسوطين اللي انا عملتها لهم. ما انا بصراحة لقيت السعر وهمي، 100 جنيه، هجيب 6 علب ب600 جنيه ليه؟ ده كل المقادير اللي انا عملت بيها دي كلفتني 200 جنيه مش اكتر، اقل من ال200 كمان. بصوا الكيكة ما شاء الله، الله اكبر، هشة ومفرغة وطرية وناعمة وطعمها زي العسل ما شاء الله. جبنا بقى صوص البيستاشيو اللي احنا عاملينه، والكنافة بتاعتنا بردت. بصوا القوام بتاعه جميل ازاي. هنحط على الكنافة ونقلب، ناخد القوام المظبوط. عايزة اقول لكم قوام وطعم، سكرها مظبوط، والنص كوباية الفستق اللي احنا حاطينها مخليها جميلة، بدل ما اروح اشتريها بسعر خيالي. قلبها معانا لغاية ما نظبط القوام. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يبقى عملنا لكم الهبة بسعر اقتصادي وطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. مش لازم المحلات هي اللي تدلع ولادنا، احنا ممكن ندلعها ونعمل لها كل حاجة في البيت. الست الشاطرة تدبر وتفكر وتعمل كل حاجة. العلب بتاعتنا زي ما انتوا شايفين قدامكم، ال5 علب. هنحط عليها الكنافة، يبقى كده حطينا في العلبة رق كيك ورق كنافة. ممكن على فكرة تحطي مكسرات، دي شغلتك بقى، العبي فيها براحتك. تحطي بقى مكسرات، تحطي كندر، تحطي اللي انت عايزاه، بس احنا قلنا ان احنا بنعمل بطريقة اقتصادية. هنظبط الكنافة بتاعتنا على العلب، قسمناها عليهم بالراحة كده، ونظبط بقى الشكل بيفرق معانا برضو، شكل وطعم زي ما شفتوا ما شاء الله. هنجيب بقى الشوكولاتة بتاعتنا البني نحطها،
اللهم صل على النبي. عايزة اقول لكم في جيش واقف ورايا مستنيها، مستني الهبة. لو حطيتوها في التلاجة بعد ما تعملوها ساعة او 2 بيبقى الطعم اجمل واجمل ما شاء الله يعني. ظبطي علبك كده واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله العلب بتاعتنا اتظبطت وجميلة. بصوا رق كيك، رق كنافة، رق شوكولاتة. هنجيب بقى صوص الشوكولاتة البيضة اللي هنزوق بيه. ممكن تحطيها في كيس حلواني، ممكن تحطيها في كيس من بتاع التلاجة عادي، ممكن تعملي بالمعلقة. احنا زوقنا بالمعلقة، تروحي وتيجي كده بالمعلقة تعملي اشكال. ما شاء الله ما خدتش معانا حاجة. كل اللي احنا عملناه ده ما خدش حوالي ساعة معانا. طبعا احنا بنزوق معاكم زي ما قلت لكم. ممكن تزودوا بقى صوص الشوكولاته، تقللوه كل واحد على حسب الرغبه بتاعته. بصوا رق كيكه، رق كنافه، رق شوكولاته. طبعا لو باتت في التلاجة بتبقى حكايه، بتتغير 180 درجه. العلبه السته اللي ما بانتش دي انا بيتها في التلاجة. بصوا الجمال والحلاوه. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه بتاعتنا، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وبإذن الله تجربوها وتعجبكم حاجة في منتهى الجمال. طبعا هو محدش بايت العلبة بتاعته، كله مستعجل مستعجل. هندوق بقى معاكم. بسم الله. مش قادرة اوصف لكم الطعم. لهم حق لهم حق يستعجلوا. ما شاء الله. انا بدوقه كل مرة بيشد فيا. ما شاء الله اللهم صل على النبي. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.